بون استغفرك يا ربي وتوب اليك، لا اله الا انت اني كنت من الظالمين يا ربي. بون السلام عليكم جنود الاستبقاء، جنود العشريه السوداء، السلام عليكم مره اخرى. اما بعد، نصلي دائما على الحبيب ان شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم. الحمد لله، الحمد لله كل شيء. اما بعد، قلنا نديرو لايف تاع اليوم سبيسيال نظرا لكثرة يعني المكالمات الهاتفية تاع خاوتنا المستبقين وحبابنا اللي معنا في القضية، يعني على الأقل شوية ندو شوية ضوء حبابنا. أما بعد، لعنة الله من أيقظ الفتنة. الفتنة أشد من القتل. تبداو اللايف تاعنا اليوم بأصحاب الفتنة، أعوذ بالله. هذوكم حطب جهنم، حطام تاع جهنم، ناس اللي دير فتنة، ناس أصحاب الفتنة اللي خدمتهم إلا الفتنة. البروبلام كون جاو ولاد صغار قال معليش الدنيا داتهم، ولا الزهو داهم، ولا ما كان حتى ولا اي حاجه. مي المشكل الاخر فيهم 46 45 50 سنه بولاد ولا باكاين حتى لي بولاد ولادهم. لذلك ندخلوا في الحديث الصواب. احبابنا، حنا جمعتنا قضيه واحده، هي قضيه الاستبقاء، قضيه اخذ الحقوق، اخذ الحقوق اللي بعد 25 سنه اللي ما كناش على بالنا بكاع بالحقوق هذه. مي الحمد لله ربي سبحانه كيحب يرزق الانسان، يرزقه ولو بعد حين. ربي سبحانه يرزق الطير في السماء ويرزقه. لذلك الحمد لله على النعمه هذه تاع الرزق اللي جاي من عند ربي سبحانه. لذلك حنا جمعتنا القضيه، جمعتنا المنظمه الوطنيه، هي جمعت المستبقين هذما اللي خلاتهم كيحب انسان يتلاقى مع اخوه يدخل الباج تاع المنظمه يتصل ب 48 ولايه، يتصل بالمستبقين كاع، حتى اللي ما كانش عارف خوه ابري 25 تلاقى خوه بفضل المنظمه الوطنيه. يعني هذا اول شيء، حاجه ربحناها بغض النظر على التسويه. الحمد والشكر، هذه حاجه ثانيه. الحاجه الثانيه كاينه ناس اللي ضحات على القضيه، وصلت القضيه لنهايه الطريق. الناس هذوما يتمثلوا في الناطق الرسمي الأخ والمناضل الشرس كمال بوزكزة، وكذلك نائب الناطق الرسمي خونا عنتر زيدي، مسؤول التنظيم اللي كان حتى هو من الأوائل اللي كان بجنب أخونا الناطق الرسمي كمال بوزكزة من 2016، وهما يعني يجدوا على القضية هذيك. الحمد لله وصلوها القضية، وصلت لبر الأمان. يعني بدون ننسى يعني
رجال خفاء والرجال الأوفياء اللي كانوا ينضلوا معهم. يعني الإنسان باه ما يقولكش ما تكرتيهمش، هذوك مفروغ منهم، نخليهم اونتر بورونتاز، نخليهم بين قوسين. الحمد لله وصلوها لآخر طريق، ولكن آخر طريق دائما تلقى كما نقول لهم انايا لي بارازيت يخرجوا لي بارازيت. هذا في اي دومين، مش غير في القضيه الاستبقاء تاعنا تاع المستبقين هذه، مش غير في القضيه هذيك. يخرجوا لي بارازيت هذوما ويحبوا يركبوا الموجه، وكون ما يركبوا الموجه يعني بطريقه سلميه ولا طريقه نضاليه ولا طريقه قانونيه. الدخول تاعهم يدخلوا كما الله يحفظنا يا ربي كما الشياطين. هذوما المشكل تاعهم شياطين الانس، يدخلون عن طريق هذا باش يفرقوا بين الاخوه، بين الاحبه، بين الاصدقاء. واعره خوتي الفتنه، واعروا الناس اللي يتلاحوا بين الحم والتفر. هذا هو البروبليم. يعني اي مناضل شريف يعرف القضيه. لذلك انا اليوم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لذلك حبيت ننور خوتي اليوم شويه. حنا يعني ربي بفضل من عند ربي سبحانه، وكان الخير اللي ربي جابنا في طريقنا المناضلين الأوفياء والرجال المخلصين والرجال يبدلون تبديلا، يحكموا طريق واحدة، ما يميلوا لا يميلوا على غوش لا على دروات. الحمد والشكر لله. كي نتكلموا النضال، كلكم تعرفوا النضال تاع المنظمة اللي 5 سنين وهي تناضل، وياما ناس خرجوا وضربوا في المنظمة وطاحوا، ولكن هذوك ما كانوش مستعملين طريق الفتنة، كانوا خارجين هون ديري كومبا. نخرج انا مع بايزومبل مع بوكسير في رينغ اللي يربح هذاك هو. كي يخرجوا لنا كيما كاكا المنظمة راحت انتصرت. ولكن اللي نقول انا معركه نسميها معركه الاخيره هذه، الناس اللي دخلوها بالفتنه. الفتنه اشد من القتل، يعني فوق الشيء هذايا لا اله الا الله محمد رسول الله. الفتنه دي اللي ما لقاو كيف يدخلوا بها، دخلوا لنا عن طريق النائب الناطق الرسمي الاخ عنتر والناطق الرسمي كمال بوزكزه، اللي يحبوا يديروا نابورت اي طريقه باه يكسروا هدم دي دوبار اون باراليل. هذوما العرس تاع المنظمه ولا بيت المنظمه. لذلك يعني المستبقين كي يسقسيو ولا يحبوا يفهموا ولا نهار كامل هما في الفيسبوك واش كاين واش ما كانش. الانسان يفو با خوتي يحب يفهم حوايج بزاف. هنا كاين تنظيم، هنا كاين مكتب وطني، هادو ما حوايج يتحلوا في المكتب الوطني. المستبقي عنده حاجه واحده يحوس همه التسويه. الحمد لله حنا التسويه قلنا كاينه 200%. يعني الناطق الرسمي كان تفضل وقال 200%، الاخ عنتر تفضل وقال 200%، يعني لا غبار عليها. المستبقي هنا همه الوحيد التسويه. لذلك نعطيك مثال. يعني احنا في العائله باغ دركا الراجل تعارك مع المراه تاعو ولا تعارك مع خاوه، بيناتهم
علاه درك انا نحب حتى الجار اللي يسكن في الريشونسي يسمع بلي تعاركنا وعلاه تعاركنا وكيفاه وعلاه. باه الانسان يفهم، باه ما نزيدوش نصبوا ليسونس على النار. لكن النار كاينه نزيدو نروحو نجيبو ليسونس ونصبوا عليها النار خوتي العزاز. مي لا، هناك كاين اختلاف في اي يعني تنظيم ولا في اي عائله ولا في اي بيت، دائما هناك اختلاف، والاختلاف رحمه. ولكن حنا ما نسمحوش للناس باه يوصلوا لو بيت تاعهم، للهدف تاعهم، باه يقسموا الفئه ولا يقسموا التنظيم ولا يقسموا المنظمه ولا يديروا شوشره في وسط الاخوه، اللي يولي الانسان ما يهضرش مع اخوه، مستبقي ما يهضرش مع اخوه على جال يعلم ربي. حنا همونا تسويه، حنا كي نعودوا حنا في بعضنا كيما نقدا، ما لا وزاره الدفاع واش دير؟ دونك عندهم حق يقول لك انت ما عندكش حق، ولا يقعد يبسر عليك ولا يطول عليك ولا يصمت عليك، ولا كاع يحطك في الكازي الاخر. وكما كان الحال حطونا في الكازي الاخر. علاه؟ بما كسبت ايدينا، بما كسبت ايدينا. حنا نعرفوا باللي الاخ الناطق الرسمي كامل بوزكزا هو رجل محنك ويأمن الثقة في الوثيقة، يأمن الثقة في الوثيقة. ولا في أي تجمعات ولا في أي تنظيم ولا في أي مكان الإنسان ماذا به يحوس على الثقة في الوثيقة، باسكو فاتت الحوايج هذه قبل ما جابتش نتيجة، ما جابتش نتيجة. ولكن الأخ الناطق النائب الناطق الرسمي الأخ عنتر لي حتى هو مناضل شرس، عنده كاريزما مختلفة على الناطق الرسمي، هذا يكمل هذا وكذا يكمل هذا. كان يستعمل الأخ النائب الناطق الرسمي خي كان من ذاك يخرج يدير مناشير ولا يخرج يدير لنا لايفات ويتكلم يعني على الجديد ويتكلم يعني على التسوية ولا يتكلم على المواد. هنا هو مشكور مسؤول التنظيم من حقه يتكلم، ولكن كي نتكلم خطرة زوز ومن بعد نفهم باللي الثقة في الوثيقة. درك ماش أي حاجة نسمعها نخرج للمستبقي نهضرها له، ولا أي حاجة قالوا لي عليها نخرج نفسرها. كاين مواضيع صغار تقدر تفسرهم، ولكن كي يعودوا مراسيم تاع وزارة الدفاع ولا تسوية ولا مواد، هنا جو بونس وزارة الدفاع هي اللي تخرج تتكلم عليهم، هي اللي تتكلم عليهم وتشرحهم، مش شاك فوا تخرج تشرحهم. يعني والايام بيدت، يعني قداها خطره تكلمت ما كانش الحوايج اللي تكلمتي عليهم، ما كانش. يعني ابسط شيء كي نتكلموا نهار تكلمتي على فئه الساس دي. انا لحد الان عندي وحيد ساس دي ما تكلمناش مع بعضنا على جال هذه الحكايه تاع الساس دي، بغض النظر صحيحه ولا ما صحيحه. وقع شرخ الكلام اللي قلتيه. لا انا كاين عباد لدركا
كي خرجت من وراه وهدرت لايف وشتيت درت شويه تفسير خفيف، لاموني استاذ دي وقال لك احنا باخلينكم وقسموها وانتم تحوسوا على اصلاحكم، والاخر يقول لك انا لا، والاخر يقول لك انا ندي، والاخر ما يقول لكش ندي. هذه كانت غلطه، هذه كانت غلطه. هذه تتكلم عليها وزاره الدفاع كي كتب الله ونروح ندفعوا دواسه لتم تتكلم وزاره الدفاع. ولكن باه انت تصير معلومه اكيده ولا غير اكيده وتمدها للفئه وتقول انا برعت دمتي، هنا جو بونس غلطه. مش من تبرع دمتك خويا العزيز، انت مناضل وقدمت كثير للقضيه هذه، مش تبرئه الدم هذه. خدمتي خدمتك بارك الله فيك يرحم والديك، ما تخلص عليها ما نديرين فيك مزيه، تخدم فيها لوجه الله بارك الله فيك ويرحم والديك. يعني حنايا كان هناك اختلاف في الطريقة، اختلاف يعني نشوف يعني اختلاف مش اختلاف يعني كبير، اختلاف بسيط، ولكن في التصريحات تاع شاك فوا او رمضان تسويه، بعد رمضان تسويه، ورا العيد تسويه. هنا خويا العزيز تلاعب بمشاعر المستبقين، تلاعب بمشاعر المستبقين. حنا نحوسوا على الثقه في الوثيقه، معليش حبيتي تطلع المورال على المستبقين ولا تطلع على مقدا، معليش خطره، مي شاك فوا تخرج بالتفسير. اول حاجه تماكش بورت بارول تاع وزاره الدفاع، تماكش انت هو الناطق الرسمي تاع وزاره الدفاع بتخرج تفسر القوانين هذه. حنا نعرفوا وزاره الدفاع تاعنا ما هي سهله، ما هي سهله. لكان درك انا نتلاقى صحيبي نقصر معاه كلمات، نعطيه كلمات يخرج يهضرهم هو، ولكن ما همش صحاح. نعبر لك على رايي بس حماشني راضي عليهم انا. يعني هنا كان بي 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 بيت القصيد، بيت القصيد. وصحيح نيتك سليمه وتريد الخير، تريد الخير للفئه، ولكن لازم تحسب. خويا دي مش شجاعه، هذا كما كريم العنابي هدايا كانت عنده شجاعه. واش من شجاعه اللي يتكلم عليها خويا العزيز؟ كيف نفرح الناس؟ نفرح الناس في حاجه ما زالت ما كانتش. النضال مش كيما اللي كتبنا النضال، مسؤول التنظيم كي تتكلم على بالك باللي الكلمه صحيحه ولا مش صحيحه. وربي يهديك انت، ما انا الحمد لله هديني يا ربي، ما نقدر نقول ان شاء الله يهديني يا ربي. انتم ما تشتيوش الناس اللي يهضر لكم الحقيقه، تشتيو الناس اللي يكذب عليكم واللي يغطيكم الشمس بالغربال. انا عندي لا فرق لا بين كمال بوزقزه لا بين عنتر زايدي، ولا ما يجي واحد يقول لي واش تهضر ولا هاك ما تهضرش. نهضر من باب المنطق كيما عرفتوني النهار الاول في اللي لايف، الشيء اللي في قلبي نهضروا والشيء اللي نشوفه نهضروا، ولا أزكي من بعد الله أحد، ولكن كلمة حق نقولها في أي بشر. تاع يا عنتر ولا واش قاعد نهضر على عنتر أنا كي قاعد تحل في فمك أنت كريم العنبي، قاعد طيح في عنتر أنا قاعد نهضر في كلام صواب. أنا هو من مفجر القضية مع الأخ كمال بوزقزة وقدم كثير للقضية من 2016 2021 ويقدم في القضية. نهار انت وانا وفلان وفلان كنا ما كانوش ما نسمعوش بالقضية هذه، كانوا هما يضحيوا على القضية هذيك. ولكن في نهاية التاريخ خرجوا ناس لي بارازيت، لكن تفهم مليح بتفهم من فهمك بالعربية. كان ناس دي بارازيت أهل الفتنة، خرجوا أهل الفتنة باه يديروا الشوشرة في الفئة هذه، باه يترشقوا الفئة هذه.
هو كان يتكلم بحسن النيه، التفسيرات هذيك، ولكن التفسيرات هذيك شاك فوا راح تولي ما كانش مصداقيه. راح يولي سمانه نسمع خبر، السمانه الاخرى نزيد نسمع خبر، نزيد نسمع ابري 20 جور نزيد نسمع كلام اخر. حنا قلنا الثقه في الوثيقه قبل ما نخرج نتكلم في حاجه نكونفيرمي عليها. و لا اله محمد رسول الله. كل التقدير والاحترام الاخ عنتر زايدي. انا من زكي لا الناطق الرسمي كان بوزكزا، لا الاخ عنتر. كيما بديت اللايف تاعي قلت لكم مفجر القضيه كمال بوزكزا، وفي جنبه عنتر زايدي، الانسان البشوش والخلوق. ملي عرفتوني وانا نهضر الا الحق، حتى لا غلطت وربي شاهد بيناتنا. ولكن عنتر انا واحد من الناس لم عنتر في التصريحات تاعو تشكفوا تصريحات، ولكن كانت غموض، تصريح بعد تصريح. باسكو وزاره الدفاع نحوسوا علم الموس، ثقه في الوثيقه، ولينا ما نامنوش فيها، باسكو حنا جزائريين ونعرفوا خرب بعضنا بيان. حنا حقنا نكون دينار ودينا بكري، معليش هما عندهم صدق، وزاره الدفاع عندها صدق ما تسوي فئه الاستبقاء وتعطينا حقنا، ولكن حنا ننتظروا ما زلنا. وعلاه نشتي حتى حبيت انايا نبين نقطه الضعف. انا ما نحوس على اكس ولا يقراك يخرج يهضر ولا ما يخرجش يهضر، انا نهضر من المنبر هذايا واش نحس به. والناس اللي تستغل في الفتن هذيا زرعوا الفتنه ما بيناتنا. انا كاين ناس حضروني كاع من التنظيمات، وليت ما نخرجش في لي باج تاعهم على جال هذيا الفتنه. وحنا ما عندنا حتى شيء، ما بينا لا خدمه لا سكنه لا صوارت لا والو، مجرد قضيه نديو حقنا والسلام عليكم، وقت كل واحد يقفل بابه. وكل واحد يقفل بابه، اللي يحب يسقسي على اخوه اللهم بارك، حب يلقى يبقى مع حبيبه معرفه وصحبه وحباب، كيف مرحبا، ما نحتاجه حتى انسان. واناني ملي خرجت ندير معاكم لايف جامي واحد يمل عليا واش ندير واش ما نديرش، وكل انسان اعطيه حقه. كي قلت كمال بوزكزا شارس ويحوس الثقه في الوثيقه من حقه. الاخ عنتر يشتي يفرح المستبقين، ولكن غلطه كيما نقولوا ما نقولوش غلطه، هضر خطره زوز ثلاثه خطره، الحكايه ماشيه وديما تعاود. علاش جيت خونا نقول خويا عنتر، احنا نقولوا احنا خاوه قبل ما نكونوا في القضيه دي، احنا خاوه من عند ربي سبحانه. تشكفوا ناس الفتن. وانا كي كنت نقول عنتر وكمال معادله صعب التفكيك تاعها، على بالي واش قاعد نهضر معكم، صعب التفكيك، يدخلوا ما بيناتهم ويديروا يسوى يعاودوا يرجعوا لبعضهم. لذلك انا تمنيت من المنبر هذايا الاخ عنتر ما يكثرش بالتمنيات. حنا معليش متفاهمين باللي التسويه كاينه 200%، ولكن كرهنا من الامل هذاك، لو فوس اسبوار كيما نقولوا، الامل هذا الزايد خلانا نعيشوا في دوامه. معليش انني متقبل انا وعلى بالي بابقى براسي، بصح كاين مستبقين الا غالب عليهم ما يفهموش هذه، واللي يخرج يقول لك الماده 126 ما تعنيناش، والاخر يقول لك تعنينا. هناك تناقض، هناك تفسير. هنا التفسير هذا ماذا بينا يكون من وزاره الدفاع، وتنصف الفئه هذه. حنا على بالنا باللي مازال ما كملوش مع المشطوبين، مازالوا ما يبداوش في الفئه من المستبقين هذه، مازالت فئه المستبقين ما يبداوش معها. ولكن حنا نحبوا لم الشمل، عينا صاحبي اللي غالب طريق الحق واعره خويا العزيز، لازم تعيا وتطيح. وانا النهار قبل خلاص قلت لكم يجيكم وقت تعيا وتدوخوا وتشربوا، لازم تشربوا الدواء والكاشيات والدواء
واللي قادر يرقد حتى يرقد 6 شهور باه ينوض، يرقد 6 شهور يشرب دواء ويرقد حتى كي ينوض يلقى التسويه. مهم راه الحق على التسويه راه يدفع الدوسي تاعو، ما مدفعو قبله خوته نورمال. ولكن حنا ما بقيناش نحبوا خوتي العزاز، ما بقيناش نامنوا، ولينا نحوسوا الثقه في الوثيقه. هذه اللي حبيت خويا عنتر يفهمها، ثقه في الوثيقه. عينا وغلبنا بالوعود. قبل دخلنا الشك ودخلنا توسويس. هاي الناس اللي لازم تفهمها هذه. انا كي خويا هذا يلوم فيا، انا يقول لي عنتر، انا عنتر ما درت فيه حتى اخي، ما درت فيه حتى عيب، ما درت فيه حتى اخي. حنا بارابور ليهم هما وقت دخلنا حنا للتنظيم هذا ولا واش قدمنا للقضيه هذه. كاين ناس من 2016 يتجبد على القضيه. لذلك يغلب مورالمون، يغلبوا فيزيكمون، يغلبوا ماديا، يغلبوا كاع في كلش. حتى يولي تلمهم من تعب يولي ما يفرقش بين الصح والغلط. ولكن هناك مكتب وطني 11 ولا 12 عضو تشاور فيما بينهم رجوع القطار للسكه الصحيحه، ونكملوا ان شاء الله. الدرجه اللي قلت ديما نتكلم عليها، الدرجه الاخيره اللي ما زالت ما نفرحوا. حنا ماذا بينا نهار الاخير نهار التسويه نلقاو خوتنا كاع اللي ناضلوا معنا. ما نلقاوش واحد ما يهدرش مع واحد. ما نلقاش باغ اكزومبل انا قال باغ اكزومبل بليده ما تتفاهمش مع قالما ما يتفاهمش مع باغ اكزومبل مع على باليش مع النبا. على ما هذا كل. يا خويا درك حنا لا هذه تقول لي كذبوا الناس وكانوا مع 11 صيود. درك خلينا من الكلام هذا الكلام هذا ولي زاد زرع شجاع الشك وزرع الفتن ودار فتنه ونوض الفتنه. درك كل واحد ربي سبحانه يجازيه، كل واحد ربي سبحانه كاين اللي يفرق بين الصح وبين الغلط وبين كلش. حنا ما نضروش درك اي كلمه في لحظه غضب ولا نقول كلمه ولا ما نقولش كلمه. ما خويا العزيز حنا قلت لك نعاودها لك، حنا رانا ما نامنوش في الثقه في الوثيقه، رانا ما نامنوش في وزاره الدفاع. حاب تفهم ولا ما تفهمهاش هذه؟ حنا نامنوا الثقه في الوثيقه. كاين ناس عندها نهار في النظام ولا مازال ما على بالهاش بالحوايج هذه. حنا فتنا عوام درك حنا نفوتوا بالحوايج هذه. حنا كون تبعناه مدينه التسويه راهي من 2017 والتسويه كاينه، من 2018 والتسويه كاينه، 2019 والتسويه كاينه، 2020 والتسويه كاينه، وحنا في 2021. وانت تجي تقول لي درك تقول لي الحقيقه. مش من حقيقه اللي تكلمني عليها درك، مش من حقيقه. وزاره الدفاع تخرج لك باين اليوم غد العشيه في الليل تنحيهولك. نخرج انا الصباح نقول لك التسويه كاينه فين والعشيه نحيوها لك. من وراها سمانتين ثلاثه تزيد كيف تهبط لك ميساج كاينه تسويه تزيد تنحيهولك. ها ولا ما نهضر لك انا الثقه في الوثيقه خويا العزيز. ما بالي واش نهضر معاك انا. ما كان تزيد لنا بلي كومونتير اللي يعيو في الراس. فهمت؟ حنا كي كنا نقولوا وقفات، كنا نخرجوا نلقاو 5000 وقفات. درك خرجت لنا كاع في الفيسبوك وكلها ولات تفهم في القوانين وتفسر في القوانين وتقول لك غوشي دروات وتقول لك الفتة وتقول لك فلان وتقول لك فلان. كي كانت الوقفات على ما كانوش كاع يحضروا، على كانت 5000 6000 10000 في وقفه. انا ما هضرتيش عليها درك هذه. ولا تقول درك ابطال درك في الدقيقه الاخيره ولا تقول ابطال تقول لك تسويه وعلى بالنا بالتسويه وفلان قال لي ويكس قال لي وفلان والاخر قال لي. على بالك باللي انت الاخ كمال بوزكزه درك عنده سورس يكون يتكلم كلمه واحده يطلعوا الحبس، يطلعوا الحبس. كي قاعد تتكلمني انت درك ناظر معك كريم على النبي، كي قاعد تكتب لي في لي كومونتير وتهضر درك. على بالك بها درك هذه. على بالك باللي اختي من كمال بوزكزه في باه يعلن على وقفه، ما كانش يعلن على وقفه. ونتحدى انسان يعلن على وقفه وعنده سورسي يتكلم كلمه مش مليحه ولا ما يهضر يطلعوا الحبس. لذلك خلينا ما كان لا نبشوا في حوايج ولا نهضروا على حوايج ماناش باغيين نهضروهم ولا ماناش حابين نوصلوا ليهم كاع. انا همنا تسويه خويا العزيز، تكلم خير او اصمت.
حنا ما نحوسوش على الفتنه وما نحوسوش على الانقسامات، حنا نحوسوا نكونوا خاوه واحده ونكونوا يد واحده. قلنا لكم كاين هناك فتنه، والناس اللي نتكلموا عليهم اصحاب الفتنه على بالنا بهم وما على بالهم برواحهم. عندهم موتر واحد قاعدين يلعبوا به، سمعت الفتنه هذه موتر واحد اللي قاعدين يلعبوا به، حبيت يديروا انقسام بين كمال بوزكزه والعنتر. فهمت سي العنابي؟ بالك انت كاع ما على بالكش بالحوايج هذيا. يلعبوا على الوطن الحساس تاع المنظمه الوطنيه بيكسروا التنظيم ويكون هناك اختلاطات وقادر كاع السويس اللي يحيوها لنا. حنا كاع خاوه، كمال خويا، عنتر خويا، الاخر خويا، الاخر خويا، ولكن بفضل هذه الفتنه هذه ولينا كاينه ناس ولات ما تهضرش مع بعضهم. حلي الباب برك دزيها مليح ولا هبطيها. لذلك هذه كل فتن. ماما الله يهدينا ان شاء الله، الله يهدينا، الله يهدينا. كاع كونسونطريت معاك على بالك فزتي لي كاع كلش الحسابات كاع نحيتي، واش كنت انا ناظر نحيتيها لي اخويا العزيز. روحوا رصوا الصفوف تاعكم بركتم في ولايه عنابه. عندكم اخويا فوزي الحاج، وعندكم بن زديره النائب الجهوي. روحوا لموا بعضاكم في عنابه وقويوا لنا عنابه برك. هذه كي الفايده المليحه، قويوا لنا عنابه برك. هاي الهضره الصواب، خلينا نهضرك من حوايج اخرى. لذلك نطلب من اي منسق ولائي ولا منسق بلدي في اي ولايه يقوم بالتحسيس والتوعيه ورص الصفوف وزرع كلام طيب في حق الاخوه. خلينا من الفتن، خلينا من الانقسامات اللي كل ساعه يخرج واحد يقول كلمه على غوش والاخر يقول لكم على ضروات. حنا عندنا تنظيم واحد، عندنا تنظيم واحد، عندنا النائب، عندنا الناطق الرسمي كمال بوزكزه عنده النائب تاعو عنتر زايدي نقطه ورجع للسطر، وعندنا الاعضاء تاع المكتب الوطني للرجال. وكاين قانون داخلي يتمشاو عليه، واللي يحب لا 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 وش يسميوها اللي يحب يتحاسب يطلع للمكتب يتحاسب. كلش كاين، كلش كاين خوتي، ما كان حتى حاجه مدرقه. قالوا عاملني كي خوك وحاسبني كي عدوك. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. ربي يهدينا ان شاء الله، الله يهدينا، الله يهدينا. هذه حاجه من الاسباب تاع تعطال التسويه الفئه هذه. لذلك نطلب من اي واحد يتكلم خير او يصمت، يتكلم خير او يصمت، لان الرجال كاين رجال تعبت على القضيه هذه، وكي نقولوا تعبوا مورالمون، تعبوا في الراس. اذا كان والسبقي قاعد في الدار يروح يخدم يدخل سوردو ويدي شكاره تاع لي فروي ولا تاع الماكله لدارو، ولا يجي العيد يشري العيد ويديه ومن بعد يحل تليفون في الليل الفيسبوك ويبدا وينزل له شعر في راسه ويبدا يكتب. غير قاري يا ضروات، ما كان لا تتلاه لعبه اخرى، ما كان لا تهضر كلام موش مليح، باسكو هناك نضال، هناك تاريخ، هناك صداقه، هناك رجال. ما تقدرش انت تفهم بيت القصيد،
حبيت ندير انا اللايف تاع اليوم انيكمون للحوايج هذيا. تنظيم دابا تبنى 5 سنين والناس تخدم وتتعب باه ديروه. فتحوا في 48 ولايه مكاتب. لكن نتكلموا اليوم ولا تحبوا تتكلموا على المنظمه ولا على الناطق الرسمي ولا النائب الناطق الرسمي ولا اعضاء، كاين ولايات ما قدروش يفتحوا مكاتب في الولايات تاعهم، مستبقين بعد هذوما اللي نهار كامل هما يتلغبوا في الفيسبوك ويهضروا ويكومونتيو ويهضروا، ما قدروش يروحوا يديروا الشراكات تاعهم ويحلوا مكتب في الولايات تاعهم، بدون ذكر يعني الولايات اللي ما فيهاش المكاتب الوطنيه ما قدروش يفتحوا مكتب. بصح في الفيسبوك تشوفوا نار. هاي الهضره الصحيحه. ها من الرجال ينظموا تكون كل واحد يقوم بالولايه تاعو وما يروح يحوس على الدار الاخرى، الدار الكبيره. كي يتكلم على مكتب ولايه عنابه كتر خير الحاج خويا فوجي اللي يفتح هيك من المكتب وفتحوا بسواردو. لحد الان مازال ما لمش سواردو من عند المستبقين في ولايه عنابه. الحمد نتكلم درك انايا نتكلم، احنا ما نمشيوش نكشفوا المسطور ولا ما نمشيوش نضروا الناس ولا نقيسوا الناس. الدرك من خبز ولادو فتح لك من المكتب في ولايه عنابه. واحد ما يروح يسقسيه يقول له خويا فوزي كش تشتي في المكتب، وكي نتكلم على ولايه عنابه نتكلم على الولايات الاخرى اللي ما فيهاش كاع مكاتب ما قدرتوش تفتحوا مكتب، وجي من بعد تكلمني انا على المنظمه ولا تكلمني على الناطق الرسمي كمال بوزيكزا ولا واش قدم ولا تكمل لي على عنتر ولا تكمل لي على غيره كاينوا لي في الحسابات. حنا في ولايه قلمه هنايا كاين 10 ولا 15 عبد اللي فتحوا المكتب بس واردهم ها من الرجال. وهذا منين يفتحوا المكتب هما اللي يروحوا الوقفات، الاخرين كاع ما يحضروش وما كانوش يحضروا الوقفات. حنا قبل ما نتكلموا على الناس نتكلموا على انفسنا واش قدمنا، لذلك لا علينا. نتمنى ان شاء الله تطفى الفتنه اللي رانا فيها، والناس هذه اللي مشعله الفتنه ديها ربي كاين واللي يعلم في القلوب. واللي يحب يحاسب كمال بوزكزه يتفضل المكتب في تيزيوس يروح يتحاسبوا، ما كان حتى مشكل كي وليتو حبوا يتحاسبوا، ولكن يحاسب موش نيبورتو كي يجي يحب يتحاسب. كاين مكتب وطني، كاين ممثلين جهويين منسقين ولايات يتفضلوا. الحمد لله الحمد لله. لذلك خوتي تحياتنا لا اله محمد رسول الله. احنا لينا كما يقول لك عندنا كل الثقه في المنظمه الوطنيه لجلب حقوق الارامل والايتام والمساكين، الناس اللي ما تخدمش كاع ما عندها حتى شهريه. هذوكم الناس مساكن واحد يضحي على جالهم، باسكو حنا لو بليبار تاعنا كاع من الفئه دي كاع خدامه سي لاباس عليهم. يعني كلمه ما فيها حتى نقاش ولا غبار.
استغفرك يا ربي يتوب لك، لا اله الا انت اني كنت من الظالمين يا ربي. خويا كمال ان شاء الله ما يستقلش، هناك ضغوطات نفسيه، انسان دي فوا في كما قلت لحظه غضب يتكلم كلام انسان ما يتلومش عليه، ما يكون غير الخير ان شاء الله. ونفس الشيء الخونا عنتر، نتمناو ان شاء الله رجوع المياه اللي مجاريها، ونفرحوا ان شاء الله. همنا تسويه خوتي العزاز، كما قلت لك قبيله، حنا ما رانا خالصين عليها، ما رانا عندنا مصالح من وراها، ما عندنا حتى شي. تجي التسويه تاعنا ونسيري وضروات خوتي العزاز، واحد يروح يطلع في ولادو، ولا اللي موش مزوز يروح يتزوز، واللي ما حجش يروح يحج، واللي عنده حاجه في قلبه يديرها. هذا مكان احبابنا العزاز، مكان